مباراة. الفار تعتبره سلبي او ايجابي للحكم؟ لا بالعكس. ليش شنو السلبي؟ السلبي لانه اكو حكم يقول لك انا اذا ارجع للفار وانا هذا القرار منطي صحيح ويطلع خطا راح يقولوا لي انت مثلا تقييمك ينزل. لا بالعكس، ما له علاقه بالتقييم. انت من تطلع من المباراه قبل الفار تطلع جوز تظلم فريق ترجع ما مرتاح نفسيا. هسه تو انت بالملعب يصححون لك، يعني بالعكس هاي شغله ايجابيه للحكم. انت ما لها علاقه بالتقييم، انت لا تعتمد التقييم، تقييمك موجود، تقييم تعتمد عليه. انت بالسابق تطلع من المباراه اذا مأثر لك او قرارك مؤثر انت نفسيا ما ترتاح لان ظلمت، وما يقبل واحد على نفسه، هو خطأ غير مقصود بس تعتبره انت شلون اثرت على فريق، بينما هسه بالملعب يصحح لك. هاي احنا جاي نشوف هسه نشوف الحكم الوسط هو الحكم اللي ياخذ الفار. الحكم المساعد هم يوم من الايام اتجهت الى قرار الفار؟ لا ما صارت عندك في الحاله مثلا الحكم المساعد شغله مساعد واي في ار فوق بالغرفه مساعد للحكم الفار، يعني يبلغونك من خلال الفار. يبلغون، لا هو يبلغون حكم الساحه يابا هاي الحاله بها تسلل او الحاله هاي هدف صحيح شيكنا ورسمنا خطوط قرار المساعد صح. الشغل كله للحكم الساحه. نشوف حالات الفار تتاخر بالدوري العراقي المحترفين طبعا سبب عكس باقي الدوريات. لا مو عكس، احنا بدايه جديده. السنه اللي فاتت نتاخر 7 دقائق على الحاله، تاخر 10. هسه حاليا لا، امس حكمنا مباراه نفط ميسان والحدود من خلال الدورات 3 تشيكات، ماكو تشيك ما تاخر دقيقه وبقرار جزاء وطرد. فتعويد مثل ما تقولون، الممارسه تقلل من الوقت. شلون كانما التليفون الجديد انت اول ما تشتري ما التطبيقات وين تروح وين تجي، بينما ورا 6 اشهر شوف الوضع يصير اسهل.